مرحبا عليكم متابعيني. مثل ما قاعد تشوفون هاي الصورة شنو بيها؟ اقراص مال ليمون. شنو فوقاها؟ اشياء نجيبها من العطار حتى نستفاد من عندها. بس كل قرص وكل شغلة فوقاها الها استفادة خاصة للجسم. قبل كل شيء سووا حركة الاكسبلور والمتابعة حتى غيركم يستفاد من هذا الحساب. تعالوا خلي اشرح لكم شرح سريع وبسيط وان شاء الله تستفادون من هاي المعلومات وشغلات تفيد الجسم وشنو فوائدها. تعالوا خلينا نشرح شغلة وإن شاء الله تستفادون. نجي على أول شغلة هي الليمون مع القرنفل. شنو فوائدها؟ تعزيز عملية حرق الدهون. أول شغلة الليمون مع الكمون فقدان الوزن الزائد. الليمون مع الثوم يعمل كمنقل الدم. الليمون مع الزنجبيل تحفيز الكبد للتخلص من السموم. الليمون مع الحلبة تنظيم مستويات السكر في الدم. الليمون مع الحبة السوداء علاج تشقق القدمين. شوفوا الفوائد مالته كم فائدة بيها، 1 2 3 4 5 6. سبحان الله، 6 فوائد للليمون ويا هاي الأعشاب اللي تجيبوها من العطار. تقدرون راح تقولوا الكابتن شلون نستخدمها. مثلا تقدرون تسووها ويا الزراطة، أو مثلا تقدرون تسووها بالخلاط عصير، بس الأفضلية تسووها تخلطوها بالخلاط. نص ليمونة وتضيفون مثلا القرنفل، نص ليمونة أو مثلا قرصين ليمون وشوية قرنفل شويونة. مثلا الكمون نفس الحالة ويا قرص مال ليمون ونفس الحالة هماتين. مثلا الثوم نفس الحالة هماتين ثوم شويونة. مثلا الزنجبيل هماتين شويونة. مثلا الحلبة نفس الحالة هماتين شويونة. مثلا الحبة السوداء نفس الشيء هماتين شويونة. سبحان الله، رب العالمين ما خالق شيء إذا ما بيستفاد للإنسان. بس بقى هن 6 أقراص، بس كل قرص فوقها شغلة وكل شغلة إلها فائدة للجسم. بكان يعني الله يبعدكم من الأمراض. بكان ما أروح أذب فلوس العفو على الدكاترة، أتلاحق الروح بهاي الأشياء، أشياء بسيطة. أنا ما قلت لكم روحوا اخذوا فيتامينات، اخذوا هيك، لا، سووا هذني وإن شاء الله تستفادون من عندها، وعليكم ألف عافية.